انت كده يعني اتبسطت يا عم كولر؟ انت كده ارتحت يعني؟ ده انا لسه منزل لك بوست من 7 ساعات بقول لك بلاش تفتي في التشكيل. كريم نتفت مين ده اللي بيجي الاهلي كل سيزون عشان يتعالج؟ ده ما بيلعبش، ده ما بيلعبش كوره اصلا، بيجي الاهلي بس عشان يتعالج. وديه كده فيوتشر، وديه سيراميكا، وديه اي نادي هيلعب طول السنه من غير اصابه واحده. طب انت مقعد السوليه ليه؟ ما انت بتلعبه الماتشات اللي فاتت كلها ومقعد قفشه. لك ان تتخيل النهارده دي قعد السوليه ولاعب قفشه. طب انت محتاج السوليه وقفشه في الملعب النهارده. لا والكبيره كمان، موديست. موديست اللي لمس الكوره في الشوط الاول على بعضه 45 دقيقه 3 مرات، منهم مره بصاها غلط. عموما لمس الكوره يعني وكلهم بره المنطقه. هتقول لي طب ما الاهلي ما لعبش وما دخلش جوه المنطقه؟ يعني ما هو ما لعبش ليه؟ ما هو من التشكيل. التشكيل الزفت. معلش يعني انت في الفترة الأخيرة بتفتي. انت جيت وعملت انجاز و5 بطولات ومعلش انت لو جبت مدرب من الشارع هيجي ياخد بطولات مع الأهلي. انت ما عملتش انجاز جديد يعني. السبب الرئيسي النهارده مش الغيابات، عشان اكلمك في الجد. واللي هيطلع ويقول لك غيابات وما اعرفش ايه، لا. السبب الرئيسي النهارده في الخسارة هو كولر. جاي في اخر 6 دقايق يتكلم على الكوره. طب ما هي دي الكوره المصريه. هو انت بقالك سنتين في مصر ولا سنتين ونص ومش عارف الدنيا بتمشي ازاي؟ لما فرقه بتبقى كسبانه فريق بيضيع مش عارف ايه، ده الطبيعي. ده الطبيعي في الكوره عامه. هتقول لي مش موجود في اوروبا؟ لا احنا مش، اوروبا بعيد عننا خالص. بس انت ليه تبدا بتشكيل زي ده من اول الماتش؟ انت بتلاعب الزمالك، لعبت الزمالك 4 مرات ولا 5 مرات كسبتهم خلاص؟ انت كده خلاص يعني؟ انت بروفيسور اللعبه. لا الزمالك في ماتش الكاس استحوذ استحواذ كلي على نص الملعب وعلى الماتش عامه. انت كسبت بمجهود فردي من لعيبتك او بخبره من اللعيبه بتاعتك. بالنسبه للاستحواذ، الزمالك استحوذ الماتش اللي فات وانت كسبت زي ما قلت لك بخبره لعيبتك او باداء فردي من لعيبتك. الماتش ده بقى انت جيت استحوذت وعملت كل حاجه بس ما سجلتش، لان انت ما لعبتش اصلا الشوط الاول. انت ما خلصتش الماتش كله والجيم الشوط الاول، لان انت نازل بتشكيل لا عارف تمسك نص الملعب ولا عارف تلعب كرة لقدام. متشكرين يا عم كولر على كده. في نهاية الفيديو يعني هارد لك لنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك. احنا طبعا في الاول وفي الاخر دي كورة. وما تنساش بوست المسابقة، لايك على الفيس او لو انت عندي على القناة لايك وسبسكرايب للقناة. والمسابقة موجودة على بيج عدليانو. تيشيرت اخر الشهر لاكتر 10 متفاعلين. يعني كل واحد تيشيرت ان شاء الله اكتر 10 متفاعلين، كان سواء على الفيس ولا على القناة على اليوتيوب. وإن شاء الله نتقابل في فيديو قادم ويكون فوز للنادي الأهلي في مباراة مازيمبي القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.